أغسطس هيكون شهر حاسم جدا في حياتك العاطفية. سواء كنت مرتبط أو سنجل، هتحس إنك واقف على مفترق طرق. لو مرتبط، العلاقة هتمر بموقف مصيري، يا هتقربوا من بعض أكتر وتاخدوا خطوة لقدام، يا هتكتشف إن في حاجات لازم تتصلح أو حتى تنتهي. هتحس إنك عايز استقرار نفسي وعاطفي حقيقي، ومش هترضى بأقل من كده. لو سنجل، فالفرصة جاية من حيث لا تحتسب. ممكن تقابل شخص في مكان غير متوقع، أو حد من ماضي يرجع فجأة. بس لازم تمشي ورا إحساسك، مش ورا الكلام الحلو. أهم حاجة الشهر ده، ما تضحيش براحتك علشان ترضي حد، وافتكر إن اللي بيحبك بجد هيريحك مش هيتعبك. كشغل ووظيفة، ده شهر الفرص الغير متوقعة. ممكن يجيلك عرض شغل مفاجئ، أو حد يرشحك لحاجة كبيرة أنت مش كنت محضر لها. حاول تبقى جاهز لأي تطور، وخد قراراتك بعد تفكير مش اندفاع. لو أنت في شغل حالي، في مسؤوليات زيادة جاية، بس كمان معاها تقدير. هتحس إنك بقيت شخص مهم في الفريق أو المؤسسة. في كمان احتمالية لبدء شراكة جديدة أو شغل جانبي، بس نصيحة: افحص التفاصيل كويس قبل ما تمضي على أي عقد أو اتفاق. فلوس والجانب المادي، الناحية المادية مش ثابتة الشهر ده، فيها طلوع ونزول. هتجيلك فلوس بشكل مفاجئ، بس ممكن تتصرف بسرعة لو ما خدتش بالك. حاول تعمل حسابك على مصاريف طارئة، سواء خاصة بالصحة، البيت، أو حتى شخص محتاج مساعدتك. وفي نفس الوقت، الشهر ده ممتاز لو عايز تبيع أو تشتري حاجة كبيرة زي عربية أو عقار، بس خلي بالك من التوقيت. لو عندك ديون، فده شهر مناسب تبدأ ترتب خطة للسداد وتلتزم بيها. طاقة عامة وصحة، طاقتك فيها شطارة بس مش ثبات. يعني في أيام هتحس فيها إنك نشيط وإيجابي جدا، وأيام تانية هتلاقي نفسك مش قادر تعمل حاجة. حاول توازن بين شغلك وراحتك. النوم المنتظم والأكل الصحي هيكونوا مفتاحك في الحفاظ على طاقتك. خلي بالك كمان من المزاجية والعصبية، لأن أي ضغط نفسي ممكن يأثر على جسمك، خاصة الجهاز العصبي. العلاقات الاجتماعية والعائلية، العيلة هتكون عنصر داعم جدا ليك، خصوصا من جهة الأم أو أخت كبيرة. في جلسات حلوة ممكن تخليك تحس بالأمان. أما من ناحية الأصدقاء، ففي احتمال يحصل سوء تفاهم مع حد قريب منك، بس هيتحل لو قررت تتكلم بصراحة ومن غير تجريح. في كمان شخص من الماضي ممكن يرجع يطلب توضيح أو غفران. القرار هيكون في إيدك، بس ما تنساش تحط كرامتك قبل عواطفك. نصيحة الكوكب ليك: خد وقتك. القرار اللي يغير حياتك ما ينفعش يتاخد في دقيقة. ما تستعجلش في خطواتك الشهر ده، لأن اختياراتك هتأثر على الشهور اللي جاية كلها. بص في التفاصيل وارجع لقلبك قبل ما تقرر. ولو برجك الميزان، قولنا في الكومنتس أكتر حاجة شغلاك الشهر ده، وسيب لايك واشترك في قناة هيرسكوب علشان توصلك باقي الأبراج أول بأول، وخلي دايما الميزان متزن.